الجزائر موجودة منذ 2,200,000 ألف سنة، والجزائر هي يعني أم الدنيا كما يقولون. لكن نتحدث عن الدولة الجزائرية التي قامت في بداية ستينيات القرن الماضي. ربما عبر عنها الرئيس الفرنسي في الآونة الأخيرة بقوله بأننا نحن من صنعنا دولة الجزائر. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مجددا. نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده وعلى احسن ما يرام. قبل ما تشاهدوا الفيديو ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا معنا في القناه بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش باش يوصل هذا الفيديو للجميع. خليكم مع الفيديو ونعلقوا عليه من بعد. الجزائر وكما قلت هي الوحيده سواء في الصف العربي او الافريقي او الاقليمي التي تدافع عن جبهه البوليساريو وتتبنى قضيتها، وهذا في حد ذاته تهمه وليس موقف وليس شرف. يقال بان النظام الجزائري هو كعبه الثوار. لماذا لا نرى مثلا المندوب الجزائري في الامم المتحده يدافع عن الاقليه في الباسك او في تيغراي في اثيوبيا او عن غيرها في مناطق كثيره من العالم، او في الاكراد في العراق او في سوريا او كذلك في تركيا؟ هذا موقف شاذ وله خلفيه سياسيه وله حسابات سياسيه ان شاء الله سنتطرق اليها في هذه الحلقه. واعود واقول بان هذه الملاسنه وهذه المشاده الكلاميه هي ظاهره تلقائيه وطبيعيه بسبب الموقف العدائي غير المبرر اطلاقا للنظام الجزائري من قضيه يعتبرها اكثر من نحو 40 مليون مغربي قضيه شرعيه وقضيه وحده ترابيه ولها جذورها في التاريخ، ربما حتى قبل ان تكون الدوله الجزائريه قائمه ويكون لها وجود في التاريخ. واضح أستاذ عبد الهادي. يعني أعود إلى الأستاذ عبد القادر سليماني من الجزائر وندخل يعني في صلب الموضوع وفي مضمون خطاب المندوبين. عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة قال أن إقليم الصحراء الغربية كان وسيظل مغربيا حتى يرث الله الأرض وما عليها. يعني قال أيضا أن الحل السياسي لا يمكن أن يتحقق إلا بمبادرة الحكم الذاتي المقترحة لحل هذا النزاع من المغرب. فما تعليقك أستاذ عبد القادر على تصريحات عمر هلال ورؤيته ربما للحل المقترح بالنسبة لنزاع الصحراء؟ شكرا لك. الجزائر موجودة منذ 2,200,000 ألف سنة. الجزائر موجودة منذ 2,200,000 ألف سنة. هذاك الشيء ديال هذه راه ماشي سلوهية. وشنو هي؟ دوبرمان. الجزائر موجودة منذ 2,200,000 ألف سنة. وهذا بعد يعني المستحثات التي وجدتها البعثات العالمية في كل من سطيف وكل من بير العاتر. فالجزائر هي جدة الدول، والجزائر هي يعني أم الدنيا كما يقولون. الله 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 الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الجزائر هي يعني أم الدنيا كما يقولون. يا ضنايا. الصحراء الغربية عضو في الاتحاد الإفريقي، والمغرب خرج من الاتحاد الإفريقي لوجود الصحراء الغربية بصفة دائمة. يعني كل الاتحاد الأوروبي مع يعني أن الصحراء الغربية هي يعني دولة محتلة من المغرب، وأن الشعب الصحراوي يسعى لتقرير مصيره. الجزائر لطالما كانت مكة الثوار، والجزائر هي قبلة الأحرار. عادت الطوابير الطويلة إلى شوارع مدن عديدة لتصطف جموع المواطنين يوميا أمام المحلات لساعات طويلة في انتظار وصول شاحنة الحليب من أجل الظفر بكيس أو كيسين. في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي رمت بها المغرب في غياهب لا داعي للدخول في هذه الاستفزازات. فالقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية
هي من المقدسات، وهي من الثوابت السياسة الخارجية الجزائرية التي ورثتها من الثورة الجزائرية التي كانت معجزة القرن العشرين. الثورة الجزائرية ثورة الشعب الجزائري ثار على الاستعمار الفرنسي وأخذ استقلاله بيده ولم يعطونا الاستقلال. من هذا المنطلق فالجزائر ترى في قضايا الشعوب المضطهدة وفي حق الشعوب في تقرير مصيرها كقضية عادلة. الجزائر ليست طرفا في الصراع وفي النزاع، بل هي تسعى دائما إلى تكون دائما مع الشرعية الدولية، مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ومع جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دي ميستورا. الجزائر تقف في محنة الشعب الصحراوي بتقرير مصيره، تسعى للمساعدة، تسعى كذلك للحل في إطار الأممي، في إطار مواثيق الأمم المتحدة. جئنا للقضاء على هذه العصابة اللي ما حبش تخاف مولاها، عايشة على ظهر الزوالية، الحليب تاع الزوالية، وما اتقتش المولى عز وجل. هذه بقايا العصابة اللي كنا نتكلم عليها. أنا أوانها. اليوم بدينا بالحليب، بعد أسبوع جماعة الخبز اللي دايرين يديروا جوج دو كوميرس ويخرجوا الفارينة ويروحوا يبيعوها مارشي نوار. دقت ناقوس إزالتها. بعدها جماعة السميد، جماعة الفارينة، كل المنتجات المدعمة من طرف الدولة ستباع بسعر الدولة. الوزارة ابتداء من اليوم لن تجاري الأزمة. الوزارة ابتداء اليوم لن تجاري العصابة. الوزارة ابتداء من اليوم ستقطع رأس العصابة. راح نبداو بالحليب إن شاء الله، ثم تأتي كل العصابات الأخرى. نقولها لكم أمام وسائل الإعلام، اللي قادر يوقف معايا ويكون راجل وأرجاس يبقى معايا ويوقف معايا. لو شايف روحه يخاف من هذه العصابة أو عنده ديزافينيتي مع هذه العصابة، أنصحه لوجه الله يسوطي من التران وينزل، لأن التران قلع. أقسم لكم بالله لن يتوقف إلا بالقضاء على جميع العصابات التي استوطنت وزارة الفلاحة. فيما يخص تصريحات مندوب المغرب، أنا أراها هي للهروب إلى الأمام، الهروب من حقائق ثابتة موجودة على أرض الواقع، من اضطهاد حقوق الإنسان. هل تعلمين سيدتي أن هناك طائرات بدون طيار تقصف الشعب الصحراوي الأعزل في المناطق المحتلة؟ أهل الجزائر كلهم هم من أهل الجنة، لأن الشهيد يشفع في 70 رجل من أهله، والجزائر بها 1.5 مليون شهيد في ثورة التحرير. إذا كل واحد منهم يشفع في 70، هذه أكثر من 100 مليون. إذا الجزائريين يدخلوا للجنة كلهم ويزيدوا يدخلوا معاهم المغرب العربي. فهنا لا أي إنسان حر، وأنا دائما أتكلم مع أحرار العالم وأتكلم عن أحرار العالم. فمن عاش في العبودية لا يعرف معنى الحرية ولا يتطلع إليها. اليوم الجزائر تقف مع قضية الصحراء الغربية كما تقف مع قضية الفلسطينية، ولا تبيع شرف الأحرار. واضح هذا موقفك وهذا رأيك أستاذ عبد القادر. أمر وأعود إليك أستاذ عبد الهادي مزراري من المغرب، وأترك لك المجال أيضا للتعليق عن كلمة السفير الجزائري نذير العرباوي خلال هذا الاجتماع، والتي أكد من خلالها موقف
بلاده من الصحراء الغربية، والداعي إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، والتي أيضا استنكر فيها ما وصفه بالواقع الاستعماري المفروض على الصحراويين بمساعدة بعض الأطراف الخارجية. فتعليقك وقراءتك لهذا التصريح أستاذ عبد الهادي؟ صراحة أستاذتي الكريمة، تعليقي على الكلام المندوب الجزائري يجب أن يؤخذ في إطار الرد على الموقف الجزائري الذي دائبنا على سماعه والعيش معه والتعايش بإكراه معه منذ قرابة 5 عقود. نحن نعرف موقف هذا النظام الجزائري، ويعني لو سمحتم حتى قبل الجواب على سؤالكم أرد على بعض المغالطات التي لا أريد لمنبركم المحترم أن يروج أو يكون مصدرا للترويج إليها، وهذه الأمور تتعلق ب3 نقاط. النقطة الأولى، يتحدث الأخ الكريم عن موقف الأمم المتحدة وعن الحل في إطار الأمم المتحدة. أعتقد ربما أنه لم يطلع على قرارات الأمم المتحدة منذ 2007 إلى اليوم، وليس له علم، أو ربما أنه تجاهل القرار 2206 الذي يقبر مشروع الاستفتاء ويعتبره لاغيا، وذلك بالدليل أن جبهة البوليساريو تلاعبت في لوائح التسجيل في التسعينيات من القرن الماضي، وأن هذا الاستفتاء أصبح غير قابل للتطبيق، وأن الجزائر تحتجز لديها مجموعة من الصحراويين في مخيمات تندوف وترفض إجراء إحصاء لهؤلاء الأشخاص، علما أنهم ليسوا كلهم صحراويون من الساقية الحمراء ووادي الذهب، وأن غالبية سكان الصحراء يستقرون في مدن الصحراء. النقطة الثانية وهو يتحدث عن تاريخ الجزائر. نحن لا نجادل في وجود دولة الجزائر أو في أرض الجزائر عفوا كأرض المغرب، كأرض تونس، كأرض ليبيا منذ ملايين السنين، لكن نتحدث عن الدولة الجزائرية التي قامت في بداية ستينيات القرن الماضي، ونحن نعرف الظروف التي نشأت فيها. لا أريد هنا أن أخوض إلى الخوض في تفاصيل تاريخية وسياسية جد معقدة، ربما عبر عنها الرئيس الفرنسي في الآونة الأخيرة بقوله بأننا نحن من صنعنا دولة الجزائر. ولا أريد هنا أن أطعن في شرف الجزائريين ولا في تاريخ هذا البلد ولا في دماء المجاهدين الأحرار، وإنما أريد أن أتحدث عن النظام الجزائري الذي يتشكل من مجموعة من الجنرالات الذين لهم ولاء خاص للدولة العميقة في فرنسا، وفرنسا حينما تشير إليهم بالأصابع فإن تعرف ماذا تفعل. أقول لك سيدتي بأن الموقف الذي يتبناه مندوب الجزائر في الأمم المتحدة ويتبناه صحفيون نظام في الجزائر أو يتبناه الدولة العامة بشكل أوسع في إطار الجزائر هو ليس موقف الجزائريين الأحرار ولا ليس موقف الشعب الجزائري. نحن نتحدث عن موقف سياسي يكيد للمغرب ضد وحدته الترابية، وإلا لماذا لا يوجد هناك موقف تونسي أو موقف مصري أو موقف ليبي أو موقف عراقي أو سوري أو لبناني؟ لماذا بالضبط الجزائر تدعم جبهة البوليساريو؟ هذا هو السؤال الذي نريد أن نجيب عنه لأكثر من 5 عقود. نحن نعرف بأن النظام الجزائري راهن كثيرا على هذه القضية، وأن له أطماع معينة، وأن هناك خارطة سياسية غير واضحة في الجزائر بحد ذاته. يقول الأخ الكريم وأنا أحترم رأيه لأنه يبقى في نهاية المطاف هو رأيه الشخصي بأن الجزائر تدافع عن الثوار وعن الأحرار. لا أعتقد بأن دولة الجزائر أو النظام الجزائري يمثل الشعب الجزائري. هو الآن المؤسسة السياسية في الجزائر حالة معزولة بين الجيش وبين الشعب، ولا أدري إن كان السياسيون الجزائريون يتوفرون على الجرأة وعلى القدرة للبت في أمور الجزائر قبل التدخل في شؤون الغير. يقول الأخ الكريم في النقطة الثالثة والتي أريد أن أجيبكم عنها بصراحة بأن الجزائر لها موقف حيادي. هذه أضحوك سيدتي الكريمة. والآن ماذا يمارس هذا الشخص أو ماذا يمارس النظام من خلفه؟ إنهم يدافعون ضد وحدة الترابية للمغرب، وإنهم يقيمون بحجج واهية بأن هناك تقرير مصير وأن هناك شعب محتل. وقال في كلمة مغالطة التي لا أريد لقناتكم أن تبررها، لأن هناك طائرات بدون طيار تقصف شعبا أعزل. هذه معلومة خاطئة.
هناك ميليشيات مسلحة وعناصر تريد أن تتسلل إلى ما وراء الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر أو بين المغرب وموريتانيا. والأمم المتحدة سبق وأن أقامت منطقة عازلة، وليست بالقوة الأممية قدرة للسيطرة على ضبط هذه الأمور. نحن عرفنا ماذا حدث في القرقرات عندما كان جماعة من العصابات التابعة لهذه المنظمة يحاولون قطع الطريق قبل عامين، ولاحظنا كيف تدخلت القوات المغربية وحررت المعبر، وحصل المغرب على تأييد جميع المنظمات الدولية وكذلك على الدول الأخرى في العالم، ولقي الاحترام الذي يستحق على هذا الموقف. لا نريد أن نغالط الرأي العام باستهلاك كلمات دأبنا على أكلها وتآكلها، مثل القيام أن الجزائر تدعم الحرية وأن الجزائر تدعم الشعب الصحراوي المحتل. هذه كلها أكاذيب أكل الدهر عليها وشرب. وأقول لك حتى لا أخذ المجال أكثر في تدخلي بأن النظام الجزائري عليه أن يراجع نفسه في أقرب وقت، وإلا فأقول إن القطار قد فات، سواء على المستوى المنظمة الإفريقية أو على مستوى الأمم المتحدة ولا حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي. لقد رأينا كيف أن عددا كبيرا من الدول الآن تدعم مقترح الحكم الذاتي، وحينما يقول المغرب المقترح الذاتي فإنه يركز على هدف واحد، هو وجود إطار لوجود حل سياسي يرضي جميع الأطراف. أما المغرب فهو كما قال مندوب الأمم المتحدة موجود في أرضه، واستهلاك هذا الكلام في منابر الأمم المتحدة أو عبر وسائل الإعلام لا يسمن ولا يغني من الحقيقة في شيء، ولا يمكن أن يغير الوضع القائم. وشكرا. إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مجددا. إلا كنتي وصلتي حتى لهاد النقطة من الفيديو فبغيتك تبارطاجي هذا الفيديو مع صحابك، تضغط على زر الإعجاب وتشترك معنا في القناة باش يوصل هذا الفيديو للجميع، لأنه كيبين بواحد الشكل خطير جدا كيفاش أن النظام الجزائري والأبواق ديالو عندهم عقلية واحدة، وهي الكذب والبهتان وتزوير الحقائق، كيف ما حاول يدير هذا الإعلامي أو هذا يعني المحلل الجزائري اللي قال لك أن الجزائر في عمرها 2 مليون سنة، وحنا كاملين كنعرفوا أنه في كتب التاريخ أول ظهور لهذه التسمية الجزائر كانت سنة 62 بعد أخذهم الاستقلال من الاستعمار الفرنسي. يعني عقلية واحدة، وهي العداء للمغرب وتقسيم المغرب ونشر الأكاذيب والخرافات حول ملف الصحراء المغربية الذي يعني انتهى بشكل رسمي تقريبا. يعني أعتقد سيتم الانتهاء من هذا الملف في هذه السنة وطيه للأبد، يعني ننتقل لملفات أخرى إن شاء الله، لأنه الصحراء كل الدول اعترفت بمغربيتها وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. كان هو هذا الفيديو ديال اليوم، شكرا لكم على المشاهدة.